زانة قفلت وراها اسرار تهز دول. من هو جيفري إبستين وايه قصته ومين اللي متورطين معاه؟ كل ده في فيديو النهارده، واكد الفيديو للاخر عشان احكي لك الحكايه بالتفصيل. ازيكم يا جدعان، عاملين ايه؟ وده جمعه جديده في فيديو جديد وقصه جديده. إبستين ده اتولد سنه 1953، كان باين عليه الذكاء من صغره. تخرج بدري واشتغل مدرس رياضيات في مدرسه دالتون، ودي مدرسه ما بيدخلهاش غير ولاد الاغنياء في امريكا. هناك جيفري بدا يلعب اللعبه صح، تعرف على اهالي الطلبه الواصلين وقدر يقنع مدير شركه استثمار كبيره وول ستريت انه يشغله معاه، رغم ان جيفري ما كانش يفهم يعني ايه سهم اصلا. في سنتين بس الراجل ده بقى شريك في الشركه وبقى معاه ملايين، وبدا يبني شبكه من علاقات من الصفر. النقله الحقيقيه كانت لما اتعرف على ملياردير اسمه ليسلي ويكسن، صاحب براندات عالميه زي فيكتوريا سيكريت. بيستن عمل معاه حركه سحريه خلاه يثق فيه لدرجه انه عمل له توكيل عام بكل املاك. يعني جيفري بقى يقدر يبيع ويشتري في ثروة الراجل اللي بتعدي ال5 مليار دولار. ومن هنا بدأ يسرق قصور ويكسنر وياخدها لنفسه ب0 دولار. بدأ يستخدم اسم فيكتوريا سيكريت عشان يضحك على البنات الصغيرين اللي نفسهم يبقوا عرض